هو أنت إذن؟ نعم يا سيدي، أنا. تذكرتك الآن. أنت هو حقا، لكنك كنت نظيف الثياب، مهذب اللحية، عليك هيئة الحكماء. ما هذه الأسماء التي ترتديها الآن؟ سيدي، هذا الزمان زور، فلا يغرنك الغرور. لا تلتزم حالة، ولكن در بالليالي كما تدور. لا والله، لن أدعك تدور بالليالي كما تدور، ولن تخرج من هنا إلا وأنت غانم موفور. قل لي يا أبا الفتح، كم دينارا ربحتها منك؟ 20 يا سيدي. لك بكل دينار منها 10 مني يا أبا الفتح. ويحك، أتعطيه 200 دينار؟ هذا سفه، هذا تبذير. أنت متلاف تستحق الحجر عليك. بل أنتم الذين تستحقون الجلد. هذا الرجل لو استطعت لثاقلته بالذهب لعلمه وفضله. ألم أقل لكم إنني سأربح منه أضعاف ما تظاهرت بأني أخسره له؟ إليك 200 دينار. ما هذا؟ نفدت أكياس النقود. يا عمر! أمرك سيدي. أين عمر؟ لماذا قلت إن قيم القصر لن يعود؟ لأنه هرب. نعم، أبلغني بإفلاس عيسى بن هشام ثم هرب. ولم يهرب الأحمق؟ لأنه يخشى أن يتهمه عيسى بسرقته. أو لعله سرقه فعلا وهرب قبل أن يمسك به. والله كل هذا لا يهمنا، لا يهمنا إلا أن نأخذ أموالنا، ونأخذها الآن. أستأذنكم لحظة. لا، توقف. مؤكد أنك ستهرب كما هرب قيم القصر. لن أهرب يا قماش، فإن سيدي يطلبني. سيدك المفلس يطلبك؟ إذن فهو تدبير لتهرب معا. أنا أفلست وأدبر للهرب؟ والله لأؤدبنهم غير هذا الأدب. سيدي، ائذن لي ولأصحابي بالانصراف. لن تخرج قبل أن تأخذ ما وعدتك به. إن كنت تقصد 200 دينار فقد أحللتك من وعدك. ما هذا يا أبا الفتح؟ أتظنني أفلست حقا كما يزعم هؤلاء التجار الأغبياء؟ سيدي، أنا رجل مجرب تمرس بالدنيا وخبر حلوها ومرها. ماذا تعني بهذا التقريض لنفسك؟ أعني أن تسمع نصيحتي وتسرع بالفرار، وإن أصررت على الانتظار للقاء التجار فاسمح لي ولمن معي بالانصراف. ويحكم، ماذا تفعلون؟ نريد أموالنا. أنتم تسرفون على أنفسكم وعلى سيدي. لن ندعك حتى نأخذ أموالنا. لن تخرج على أي حال قبل أن تأخذ ما وهبتك. سيف الدين، أعطي أبا الفتح 200 دينار، أردها لك عندما يعود قيم القصر. ها؟ ماذا تقول؟ أعطي أبا الفتح 200 دينار. يشم الورد والجل نار؟ أصابه الصمم فجأة كما ترى. ألم تسمعني؟ النحلة ستلسعني، فالفرار الفرار. صدقتني الآن؟ سيف الدين نذل خسيس طوال عمره. هاتها أنت يا صلاح الدين. ماذا تقول؟ تحب أكل التين؟ انتظرني يا سيف الدين. هاتي أنت 200 دينار. لا، الفرار الفرار. يا أطرش، إنه يسألك هل تسافر معه إلى الأنبار؟
يظن الغبي أنني سأقرضه. والله يا سيف الدين لقد هممت بالتفكير في إقراضه 200 دينار، ولكنني لا أتخيل أنني أقرضه هذا المبلغ لكي يعطيه للمتسول. لم يكن يعنيني أن يرميه في البحر، ولكن ما منعني من إقراضه هو تساؤلي: من أين سيسدد ما دام قد أفلس؟ شهاب، كم تساوي هذه الثريا؟ 500 دينار. ولماذا تسأل؟ هل تنوي أن تشتريها؟ بل فكرت أن أعود إليه وأعطيه 200 دينار وآخذ هذه الثريا في مقابلها. وهل يتركك التجار تخرج بها من القصر يا أحمق؟ امضي امضي قبل أن تقع الكارثة. هيا هيا. عذرتني الآن يا سيدي؟ في دعوتك أن يحفظني الله منه؟ لا يا أبا الفتح، لم يكونوا أصدقاء حتى تصح دعواك. لقد رأيتك تعاملهم كأصدقاء، فلم يخطر في بالي أنهم ليسوا كذلك. ولا أنا يا أبا الفتح، ولا أنا، فلم أعرف ذلك إلى الآن. على كل حال هذا درس لي. أرجو هذا يا سيدي، فلتسمح لي ولكتيبتي بالانصراف. تنصرف دون أن تأخذ الهبة التي وعدتك بها؟ لا والله هذا لن يكون أبدا. يكفيني يا سيدي أن تعيد لي الدنانير 20 التي أخذتها مني. بل سأعيدها إليك 200 كما وعدتك. إن كنت مصرا على أن تهبني شيئا أعطني هذا الخاتم. هذا؟ بل هذا. أنت طماع يا أبا الفتح. أنا أعلم أنه يساوي أكثر من 200 دينار. إنه يساوي 2000 دينار. فليكن، فهذا خير وبركة. خير وبركة أن تأخذ خاتما ب2000 دينار بدلا من 200 دينار يا جشع. هذا ليس جشعا يا سيدي، بل هو بعد نظر. بعد نظر يا نصاب. ستحمد لي هذا عندما نلتقي. تظننا سنلتقي يا أبا الفتح؟ لا شيء يبعد على الله يا سيدي، وفي الكدية متسع للجميع. خيب الله فعلك. على كل حال أنت أحق من هؤلاء الذين هجروني من أجل 200 دينار، وكنت قد أنفقت عليهم 100,000. لن تخرج من هنا. وماذا يفيدكم أن تحبسوني؟ حتى نتأكد أنك حر كما تدعي. وهل يتخذ السادة حجابا من العبيد؟ ومن قال لك عيسى بن هشام من السادة؟ إنه نصاب وأنت نصاب أيضا. وأنا واثق بأنك عبد. هب أنني كذلك، فماذا يفيدكم حبسي؟ أنت جزء من مال النصاب بن هشام، أفهمت؟ نعم. وسنبيعك في سوق النخاسة، كما سنبيع كل شيء في هذا القصر لنسترد أموالنا. لو ظللتم فيما أنتم فيه فلن تحصلوا على فلس واحد. ماذا يعني بهذا التهديد؟ لعله يخفي شيئا عنه، أو هو متفق مع سيده النصاب. تنشغلون بي وتتركون عيسى بن هشام ليهرب؟ يهرب؟ 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 وأموالنا. ولو هرب فلن نستطيع أن نسترد شيئا. يا إخوتي اتركوا هذا الفسل وتعالوا لنمسك باللص الأكبر. نعم. وكانت هذه عاقبة بذلي ومروءتي وإتلاف ذخيرتي.
فقد خف المتاع وانحط الشراع وفرغ الجراب، وتبادر القوم الباب ودعوني برصة، وصارت في قلوبهم غصة. ولما أحسوا بالقصة وانبعث الأصحاب والجيران إلى الفرار كرمية الشرار، وأخذتهم الضجرة فانسلوا قطرة قطرة، وتفرقوا يمنة ويسرة، وأورثوني الحسرة. وجرني التجار إلى القاضي وطلبوا التقاضي. لا أصدق ما أسمع يا عيسى. أكل ما جمعه أبوك في سنوات العمر بددته في شهر وبعض شهر؟ سيدي القاضي، لقيت من الأصدقاء الغدر كل الغدر، فأفلست وانتهى الأمر. لا تتحدث عن غدر الأصدقاء يا بني، فما هو إلا جهلك وغرورك. فليكن كما تقول، ولكن خلصني من هذا الموقف السخيف. لو تعبت مثل أبيك في جمع الثروة ما ضيعتها في نزوة. أيها القاضي، هل ساقوني إليك لتوبخني أو لتحاكمني؟ احكم علي بما تشاء وخلصني. أراك لا تزال مغرورا متكبرا. لم تعظك النوائب ولم تؤدبك المصائب. أتظن أنك ستعلمني بتوبيخك وتأنيبك؟ احكم علي بما تشاء وخلصني. لولا أن أباك رحمه الله كان صديقي لحكمت عليك بالسجن، ولكن مراعاتي لما بيني وبينه من حب وود. ستحكم علي بالقتل. ويحك يا عيسى، كنت أحسب أن أباك أدبك غير هذا الأدب. لو كان أبي أدبني غير هذا الأدب ما وقفت أمامك في هذا الموقف السخيف والمشين. أرجوك أيها القاضي خلصني واحكم علي. لن أحكم عليك بغير الوفاء بديونك. وإن لم أكن قادرا؟ يباع قصرك. بيعه كما تشاء، ولكن أطلق سراحي. توكلني في بيعه. وكلتك، والجميع هنا شهود على ما أقول. وأنا قبلت التوكيل، خلوا عنه. من منكم يشتري قصر عيسى بن هشام على أن يسدد ديونه للباقين؟ أنا أشتريه، بل أنا الذي سأشتري. لا أنت ولا هو، أنا الذي سأشتري. أنا أدفع 200,000 دينار. 250 200,060 و70 و80 و90. أنا من سيشتري؟ وهكذا مضيت وحيدا فريدا كالبوم الموسوم بالشؤم، وبدلت بالجمال وحشة، وصارت بي طرشة. أمشي وأنا حافي وأتبع الفيافي، عيني سخينة ونفسي حزينة، أشد حزنا من الخنساء على أخيها صخر، ومن هند على ابنها عمرو. وصرت عند الناس أشأم من حفار وأثقل من كراء الدار. وبينما أنا أتجول في الطرق والدروب، إذ انتهيت إلى جماعة من الرجال يتحلقون حول شيء لم أتبينه يتزاحمون، وقد لوى الطرب أعناقهم وشق الضحك أشداقهم، فساقني الحرص إلى ما ساقهم حتى وقفت بينهم. فإذا قراد يرقص قرده ويضحك كل من عنده، فجلست مع الجالسين أضحك مع الضاحكين وأهلل مع المهللين. يا قراد، أنت يا قراد. لبيك يا سيد الأمجاد وأكرم الأجواد. هذا الدينار نذرت أن أتصدق به على واحد من بني ساسان، يكون أشحذ في صنعته وأعرف في سلعته،
فهل لك أن تهديني إليه وتدلني عليه؟ معي أيها الماجد رجلان بصنعتهما خبيران وبدقائق الكدية عارفان، فاختر من بينهما من تراه أحق بنذرك وأولى ببرك. تعال يا سابق. أمرك يا سيدي. وأنت يا حاذق. لبيك يا سيدي. هذان يا سيدي أدرى رجالي بالصنعة وأخبرهم بالسلعة، فاختر من بينهما من تشاء. أنت ما اسمك؟ حاذق بن ماذق يا سيدي. حاذق بن ماذق. وأنت؟ سابق بن لاحق يا سيدي. سابق وحاذق. كيف بالله أختار بينكما واسمكما لا يدلان على فضل لأحدكما على الآخر؟ فاقسم الدينار نصفين، نصف لحاذق ونصف لسابق. أقسم الدينار. الرجل أفتى بما يعرف، ولكن فتواه لا تصلح في هذا الموقف. ولماذا لا تصلح يا قراد؟ لأنك لم تسمع ما قال سيد الأمجاد، فلقد نذر الدينار لأشحذ رجل لا لأشحذ رجلين، وإذا قسم الدينار لم يوفي بالنذر. تماما، قسمة الدينار لا توفي النذر، لابد أن ينال الدينار شخص واحد فقط، فأيهما أختار؟ ها هما أمامك، فاختبرهما لتعرف قدر كل منهما. أنت يا حاذق، لماذا أسموك حاذقا؟ أقول أنا لك لماذا؟ لأنه أشدنا حذقا في الفرار من الأخطار. كذبت، بل دعوك سابق لأنك أسبق الجميع إلى الفرار. أتتهمني بالجبن يا سنة الطاعون؟ أنا سنة الطاعون يا مانع الماعون؟ تأدب يا فروة المصيف. بل سأعلمك أن الأدب يتنحنح المضيف إذا كسر الرغيف. يا كلام المعيد وآية الوعيد. يا أقبح من حتى في مواضع شتى. مرحى مرحى، لقد وجدت اختباري الذي أبني عليه اختياري. ماذا تقصد أيها السيد الممجد؟ أقصد أن يتهارشا أمامي فيشتم أحدهما الآخر، فمن غلب سلب ومن عز بز. رويدك يا سيدي، فالمهارشة لها شروط. فاشترط ما شئت على ألا تزيد فلسا على الدينار الذي نذرت. خلاك ذنب، إنما المهارشة في مهنتنا لها شرطان، أولهما أن يكون لها حكم مشهود يختار من بين الشهود. لك ما شئت، وأنا اخترت هذا الرجل. لا يا سيدي لا، أنت لا تختار، أنا من يختار. وقد اخترت حكما بينهما. هذا الرجل هناك. أنا؟ نعم، فتقدم لتجلس بين المتهارشين. أنا لا أفهم هذه المهارشات. ليس المهم أن تفهم، المهم أن تحكم. كيف أعدل في حكمي والمهارشة تعلو فهمي؟ ليس المهم أيضا أن تعدل في حكمك، المهم أن يقبل المتهارشان بما ستحكم به. أترضيان بما سيحكم به؟ أنا أقبل. وأنا أقبل. جئنا به إذن بينكما. لحظة، إلى أين؟ إلى أين؟ إلى هنا. اخترت الحكم، فابدأ المهارشة. هناك شرط ثان أهم، المهارشة لا تقوم إلا بمشاركة المتفرجين. ولكن هذا أمر لا يعنيني. ولكن يعنيني أنا، وإلا غضب مني شهبندر المكدين. حسن، افعل ما شئت. لكل منكم أن يختار أحد المتهارشين فينحاز له ضد خصمه على أن يدفع درهما، فإذا فاز صاحبه يستعيد الدرهم درهمين. هيا هيا تعالوا. من يختار حاذق يقف إلى اليسار، ومن يختار سابق يقف إلى اليمين. هيا هيا تعالوا. وإذا كسب صاحبه
يستعيد الدرهم درهمين. هيا تقدموا. يا وسخ الكوس يا درهما لا يجوز، يا وسخ الكوس يا درهما لا يجوز. لا 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 لا. يا كوكب النحوس يا وطأة الكبوس، يا كوكب النحوس يا وطأة الكبوس. لا 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 لا. يا سنة البوس يا قملة الرؤوس، يا سنة البوس يا قملة الرؤوس. لا 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 لا. يا رمد العين يا غراب البين، يا سعة الحين يا ثقل الدين، يا بريد الشوم يا طريد اللوم، يا رائحة الثوم يا طعم الزقوم، يا قرارة المخازي يا كتاب التعازي، يا بخل بخل الأهوازي، يا فضول فضول الرازي. لا 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 لا. صاحب الشرطة قل لهم اني بريء، حرام عليك. أنا لا أعرفك، لا تكلمني. لا لحظة، هذا الطريق لا يؤدي إلى مجلس القاضي. اخرس. أنا أعرف مجلس أبي موسى، هذا الطريق لا يؤدي إليه. ستخرس أم أجلدك هنا الآن قبل أن يحكم عليك القاضي؟ اسمع، لن أتحرك خطوة واحدة قبل أن أعرف إلى أين تأخذوني. قلت لك اخرس. وأنا أقول لن أتحرك خطوة واحدة من هنا. إلى أين تأخذوني؟ الحمد لله أنكم هنا. حسبت أنكم هربتم وتركتموني معاقبا، هذا القراد الكاذب. أنا لا أطلب منكم شيئا غير قول الحق. قولوا للقاضي أنني لم أشترك في هذه المهارشة، وأن هذا القراد هو الذي أرغمني رغم أنفي على التحكيم. ما لكم تنظرون إليه كالخشب المسندة؟ هيا تحركوا، تحركوا يا بني ساسان وأكرموا ضيفكم. هل نسيتم عيسى بن هشام الذي استضافكم وأكرمكم في قصره؟ تعرفني يا هذا؟ وأنت ألم تعرفني بعد؟ أبو الفتح الإسكندري؟ هو بعينه يا سيدي. عباس، هات الدراهم لنعدها لنرى كم كسبنا اليوم. هكذا صدقت نبوءة أبي الفتح، ووجدت نفسي أعمل دون أن أدري في الكدية مع أبي الفتح وكتيبته من بني ساسان. وفي خلال أيام لم يكن من يراني معهم يعرف في الوارث الثري عيسى بن هشام. وخرجت مع أبي الفتح في تجواله وشاركته في بعض أعماله. كأنه الغصن قد دعا يا فاضلا قد تبدى، يا فاضلا قد تبدى. كأنه الغصن قد دعا.
ووجدت في هذا متعة سليتني عن همومي ومشغلة أنستني ما أصابني من ضياع مالي، على أن أبا الفتح كان يعد لي مفاجأة جديدة نزلت على قلبي نزول الغيث على الزرع العطشان، فقد خلا بي في وكر من أوكاره بعيدا عن أعين أعوانه وأنصاره. تذكر هذا؟ الخاتم ظننتك بعته. وكيف أبيع ما لا أملك؟ أتحسبني لصا؟ أحسبك لصا؟ استغفر الله. لك أن تسخر كيف شئت، لكن هذا الخاتم ملكك شئت أم أبيت. خذ خاتمك، فأنا لست نذلا لأرجع في هبة وهبتها أحدا أبدا. خذ. وأنا لست مغفلا لأرد هبة وهبني إياها أحد المغفلين أبدا. إذن لماذا تريد أن ترد لي الخاتم؟ لأنك وهبتني 200 دينار، وهذا الخاتم يساوي 2000 دينار. لكنك كنت تعرف أنه يساوي 2000 دينار عندما طلبته. بل قل طلبته لأنني عرفت أنه يساوي 2000 دينار. ماذا تقصد بهذا التلاعب بالألفاظ؟ أقصد أنني أدركت أن دائنيك سيجردونك من كل شيء، ولما كنت قد أحببتك قلت لنفسي لماذا لا أسبق الدائنين وأستنفذ الخاتم؟ حقي فيه 200 دينار أخذها، أما الباقي فأحفظه لك لتستعين به وقت الشدة. يا سبحان الله. أتريدني أن أصدقك؟ وهل عهدتني كاذبا؟ والله ما عهدتك إلا كاذبا. إذن فقد ظلمتني، فأنا لا أكذب إلا وقت العمل. أي عمل؟ الكدية، فالكذب من أصول مهنة المكدين. أكذب لأكسب من أحمق مثلك درهما، وأنصب على أبله مثلك لأسلب منه دينارا، وأتغفل مغفلا مثلك وأسرق منه 200 دينار. مهنة، حرفة. أما خارج أوقات العمل فأنا مثلي مثل غيري من الناس. عندك ضمير. بل قل مغفل مثلي، ولكن خارج وقت العمل فقط. وكيف أعرف إن كنت خارج وقت العمل أم في وقت العمل؟ سر المهنة. ولكني الآن وأقسم لك خارج وقت العمل، فصدقني وخذ الخاتم. سأحتفظ به حتى لا أكون مغفلا كما علمتني. قل الأيام هي التي علمتك. ولكن أمامي مشكلة في بيع هذا الخاتم. وما هي؟ إذا ذهبت إلى سوق المجوهرات ورآني أبو البركات فسيأخذ الخاتم قسرا وفاء لجزء من ديونه. أبو الفتح لا تعضله مثل هذه الأمور، فخاتمك سيباع في سوق المجوهرات وسيباع إلى أبي البركات بالذات. ترسل به أحد أعوانك؟ هكذا تفقد أنت الخاتم وأفقد أنا واحدا من أعواني. سيسرق الخاتم ويهرب به؟ لا يكون من أعواني إن لم يفعل. وماذا أنت فاعل لتبيع الخاتم ولأبي البركات؟ أنت من سيبيع الخاتم إلى أبي البركات بنفسك. سيمسك بي؟ لن يفعل. وما الذي يمنعه؟ يمنعه أنه لن يعرفك. أبو البركات لن يعرفني، أنت أوهم. فهل عرفتني أنت
عندما عبثت بك وجررتك إلى المشاركة في المهارشة؟ لا والله ما عرفتك، حتى أمك لو كانت مكاني يومها ما عرفتك. وهذا ما سيحصل غدا بإذن الله. فلما كان الغد أجلسني أبو الفتح بين يديه ساعة وبعض الساعة، وبكل مهارته وإتقانه غير من ملامحي بأصباغه وألوانه، وألبسني ثيابا تناسب مراده وتحقق له ما أراده، وسماني أبا العلاء بهاء الدين من أعيان مي فارقين. وأرسل معي أبا سلمى بعد أن لبس جبة الوجهاء واتخذ سمة الأثرياء، وأوصاه بوصايا لم أفهم منها إلا أن يزكي كل كلمة أقولها، ويؤكد كل كذبة لقنني أبو الفتح إياها. ووصلنا دكان أبي البركات بعد الظهر بلحظات. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بك. هذا هو السيد أبو العلاء بهاء الدين من أعيان مي فارقين. شرفني بأن نزل ضيفا علي، ثم سألني عمن أثق فيه من تجار المجوهرات، فقلت له لن تجد خيرا من أبي البركات. الحمد لله الذي جعلني موضع ثقة الزبائن الكرام من أمثالك يا سيدي. ومعذرة إن كانت السن قد غيبت عن اسمك. ما هذا يا أبا البركات؟ أنت لم تكبر إلى الحد الذي تنسى معه سالم بن أبي سالم، شريكك في عهد سيد رزق بن مالك. سيدي رزق بن مالك رضي الله عنه، أرأيته عن قريب؟ كاد يمضي عام منذ رأيته آخر مرة. عام كامل؟ لا لا لا، لقد رأيته منذ شهر ونصف، فباركني ودعا لي. ما أسعدك يا عم بدعائه وبركاته، عقبى لنا. لعلك لم تسمع في مي فارقين بسيد رزق بن مالك. بلى، فهذه أول مرة أسمع فيها هذا الاسم. هو ناسك زاهد مكشوف عنه الحجاب، وهو من أهل الخطوة ودعاؤه مستجاب. هل يكن كما تقول وأكثر، ولكننا جئنا هنا بغرض محدد، فلا تضيع الوقت في الحديث عن الناس. لا يا سيدي، لا تتحدث عن سيد رزق بن مالك بهذه الاستهانة، فهو ليس كغيره من بني فلان أو فلانة. يا أبا البركات يا أبا البركات، لقد جئتك في عمل محدد، فلننتهي من هذا العمل ثم تحدث كما تشاء عن هذا وليكما الذي تزعمان. سامحه يا سيدي رزق، سامحه بحق وجاه أشرف الخلق. لا يصح أن تتكلم عن سيدي رزق بهذا الزور والإفك. معذرة يا أبا البركات، ومعذرة يا ابن أبي سلمى، أنا لم أقصد أن أوصي إلى ولي من أولياء الله، تؤمنان بأنه صاحب كرامات، وأنت أيضا لا بد أن تؤمن به، وإلا فلا بيع بيننا ولا شراء. حسن حسن، أنا أؤمن بكل ما تقولان، ولكن يا أبا البركات خلصني، أنا في مأزق. ماذا تريد؟ سطى اللصوص على أموالي وأنا في طريقي من مي فارقين إلى هنا. نعم، هاجموا القافلة كلها وجردوها من كل ما تحمل، ولكني استطعت أن أخفي خاتمي وأنقذته منهم، على أمل أن أستعين بثمنه على إتمام سياحتي حتى عودتي إلى بلدتي. يعني تريد مني أن أشتريه؟ نعم. وقلت له لن تجد خيرا من أبي البركات في تقدير ثمن المجوهرات. أرني. هكا هو، ولكني أحذرك، فأنا لست مفلسا إلى الدرجة التي تجعلني أرضى فيه بثمن بخس. لا لا يا بهاء الدين،
قلت لك إن أبا البركات ليس كغيره من التجار، ثم إن ثروتي كلها تحت أمرك إلى آخر دينار. من أين حصلت على هذا الخاتم؟ باعني إياه رجل جواب أفق. ما اسمه؟ أبو الفتح الإسكندري. لا أعرف أحدا بهذا الاسم. ليس من المفروض أن تعرف كل الناس إلا من يملك هذا الخاتم، فأنا الذي صنعته وأنا الذي بعته وأعرف لمن بعته. ماذا تريد أن تقول؟ تتهمني بسرقته؟ لا، عفوا يا بهاء الدين، ما هذا يا أبا البركات؟ إن أبا البركات لا يقصد إلى هذا المعنى السيء. هات الخاتم. ليس قبل أن أعرف من أين وصل إليك. سيدي رزق، لا دائم إلا وجهه. هذا صوته. الخاتم يا رجل، القاها. الدنيا دار جهاز وخنطرة جواز. الله أكبر. من عبرها سلم. ادعوا لي يا سيدي. ومن عمرها ندم. ادعوا لي يا سيدي. رحمك يا سيدي، باركني يا سيدي. أيها الناس، إنكم لم تتركوا سدى، وإن مع اليوم غدا، وإنكم واردوا هو، فأعدوا لها ما استطعتم من قوة، وإن بعد المعاش معادا، فأعدوا له زادا. يا نفس، حتى ما إلى الحياة ركونك، وإلى الدنيا وعمارتها سكونك. أما اعتبرت بمن مضى من أسلافك، وبمن وارته الأرض من آلافك؟ ادعوا لي يا سيدي. رحمك يا سيدي، باركني يا سيدي. فهم في بطون الأرض بعد ظهورها، محاسنهم فيها بوال دواثر. خلوا عن الدنيا وما جمعوا لها، وضمتهم تحت التراب الحفائر. ادعوا لي يا سيدي. رحمك يا سيدي، باركني يا سيدي. انظروا إلى الأمم الخالية والملوك الفانية، كيف انتسفتهم الأيام وأفناهم الحمام، فمحت آثارهم وبقيت أخبارهم. فأضحوا رميما في التراب وأقفرت، مجالس منهم عطلت ومقاصر. رحلوا عن الدنيا وما جمعوا بها، وما فاز منهم غير من هو صابر. ما فاز منهم غير من هو صابر؟ أصبر على هذا الرجل حتى يضيع الخاتم؟ لا والله، إذا كان تدبيرك قد فسد هذه المرة يا أبا الفتح، فلأدبر أمري بنفسي. يا قوم الحذار الحذار، والبدار البدار، من الدنيا ومكايدها، وما نصبت لكم من مصايدها، وما تجلت لكم في زينتها، واستشرقت لكم من بهجتها. فجد ولا تغفل، فعيشك بائد، وأنت إلى دار المنية صائر. ولا تطلب الدنيا، فإن طلابها وإن نلت منها رغبة لك ظاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لا تحرمني هذه البركة يا سيدي. هل جننت؟ سامحني يا سيدنا، سامحني، فقد نسيت أنك لا تحب أن يعرفك أحد من أهل الدنيا. من هذا يا سيدي رزق؟ اسكت اسكت يا سالم يا ابن أبي سالم، اسكت، فالكلام عنه ممنوع. أهو شخص مهم لهذه الدرجة يا مولانا؟ أخبركما ولا تبوحا بالسر لأحد. نعم يا مولانا.
قل يا مولانا. تحلفان بالله على الكتمان؟ أحلف وأنا أحلف. سمعتما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب ذي تمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، ولو قال اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة. وهذا واحد منهم؟ هم 4 في هذا الزمان يحفظ الله بهم أركان المعمورة، واحد في بلاد المغرب، وواحد في اليمن، وواحد في الشام، وهذا رابعهم قطب الشرق وسيف الحق. ولكن معه يا مولانا خاتما مسروقا. اخرس واخسأ، والله لو أراد أن يأتيك الآن بتاج ملك الصين لأشار بيده في الهواء فترى التاج يسقط بين يديه. هو قطب الشرق يا رجل. في دكاني؟ أي بركة، أي بركة. وينزل ضيفا علي؟ إذا أنا مرضي عني. ولكنني كشفت أمره وهو لا يحب أن يعرف. يجب أن يغفر لي، يجب أن يغفر لي، وإلا فقدت كل ما قدمت في دنياي لآخرتي. سامحني يا سيدنا، سامح تابعك الوضيع ومريدك المطيع. قلت لك اذهب عني يا مخبول. لا أستطيع أن أذهب قبل أن تقول إنك سامحتني. حسن أنا سامحته فاذهب عني، اذهب. حي ألا تعجبون ممن ينام وهو يخشى الموت ولا يرجو الفوت؟ كم غرت الدنيا من مخلد إليها وصرعت من مكث عليها، فلم تشفه من عثرته ولم تقله من صرعته ولم تداوه من سقمه ولم تشفه من ألمه. حي الله أكبر. كم تريد في هذا الخاتم يا سيدنا؟ كم تدفع فيه أنت؟ وإياك أن تبخسني. أستغفر الله يا سيدي، والله أنا لا هم لي إلا أن ترضى عني. قل إذن كم تدفع فيه؟ قلت يا سيدي إنك دفعت فيه 3000 دينار، فهل يرضيك أن أربحك فيه 1000 دينار؟ تعني أنك ستدفع 4000 دينار؟ إن قبلت يا سيدي، وإن شئت دفعت لك 5 6 10، كل ما في دكاني من مال تحت أمرك. يكفيني ما عرضته أولا. هاتي 4000 دينار. وتدعو لي يا سيدي؟ إن شئت أن أدعو لك من هنا حتى عيد الأضحى فلن أبخل عليك. فلما رأى أن لا نجاة وأنه هو الموت لا ينجيه منه المؤازر، تندم لو أغناه طول ندامة عليه وأبكته الذنوب الكبائر. بكى على ما سلف من خطاياه وتحسر على ما خلف من دنياه، حيث لم ينفعه الاستعبار ولم ينجه الاعتذار. أحاطت به أحزانه وهمومه وأبلس لما أعجزته المعاذر، فليس له من كربة الموت فارج وليس له مما يحاذر ناصر. أرأيت كيف أراد هذا المخبول أن يقبل يدي لكي أسامحه؟ أسامحه على ماذا هذا المعتوه؟
هذا المعتوه هو الذي رفع لك سعر خاتمك إلى 4000 دينار. ذكرتني. كنت تتحدث مع أبي البركات عن هذا المخبول، كأنك تعرفه. نعم، أنا أعرفه وأنت أيضا تعرفه. أنا أعرف هذا لا تقل لي إنه فإلى متى؟ هو إلى متى ترقع بآخرتك دنياك وتركب في ذاك هواك؟ إني أراك ضعيف اليقين يا راقع الدنيا بالدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هو بعينه أبو الفتح الإسكندري. نعم، أبو الفتح اللعين.